طب خد. إزاي يعني فيديو هزار عن شوية كفتة ممكن فجأة يتحول لحرب إلكترونية وياخد أبعاد سياسية كمان؟ الموضوع اللي هنتكلم فيه هو قصة كفتة أحمد ندى. أيوة، قصة عجيبة فعلا. إحنا هنعتمد على مقتطفات من مقال بعنوان كفتة أحمد ندى، صاروخ المشاوي والترند المقاوم. وهدفنا هنا نفهم سوا إزاي موقف زي ده، اللي هو موقف بسيط قوي، كبر للدرجة دي. إيه اللي حصل بالظبط؟ وممكن نفتكر كمان ترند صاروخ كشري أبو طارق اللي حصل قبل كده، كان برضو ليه قصة مشابهة شوية. بس المرة دي الكفتة يعني سبقت الكشري كتير في حجم الجدل اللي حصل. طيب نرجع للحكاية الأصلية. أحمد ندى هو راجل صاحب محل كباب وكفتة حاتي يعني في القاهرة. عمل فيديو عادي بيهزر فيه وهو بيشوي كفتة، واستخدم فيه مؤثرات بصرية وصوتية. تخيلي شكل الكفتة كأنها صواريخ طالعة، وفي الخلفية كان فيه إشارة لإسرائيل. في مصر بقى الفيديو ده لما نزل، يعني رد الفعل الأول كان أغلبه ضحك وإعجاب بالفكرة. الناس شافته دمه خفيف، فيديو جامد، هزار لطيف يعني. أيوة، كان هزار مصري عادي جدا في الأول، لكن الضحك ده ما عجبش ناس تانية. المقال بيوضح إن الموضوع استفز ناس غالبا من خارج مصر، يعني التلميح واضح إنهم من إسرائيل. وبعدين اللي حصل بعدها هجوم إلكتروني منظم على المحل بتاعه. هجوم إلكتروني تقصد إيه بالظبط؟ تعليقات وحشة وكده؟ لا، الموضوع كان أكبر من مجرد تعليقات. بنتكلم عن إن تقييمات المحل على جوجل فجأة كده نزلت كلها لنجمة واحدة بشكل جماعي وباين إنه منسق. يا نهار أبيض، نجمة واحدة؟ والأغرب كمان إن اللوكيشن بتاع المحل نفسه اتشال مؤقتا من على خرائط جوجل. يعني تخيلي الراجل واقف بيشوي كفتة، فجأة لقى نفسه في نص معركة رقمية وهو مش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. لا، الموضوع كبير فعلا. طب والمصريين بقى رد فعلهم كان إيه؟ هنا بقى الموضوع خد بعد تاني خالص. رد الفعل المصري كان قوي جدا، وكان داعم لأحمد ندى بشكل ملفت. ومش بس الناس العادية اللي بتكتب بوستات، ده مطاعم تانية يعني منافسين ليه أصلا دخلوا على الخط ودعموه. في منهم اللي كتب بوستات اتشهرت جدا، والناس عملت هاشتاجات دعم، والموضوع كبر. والكفتة نفسها اللي هي سيخ الكفتة العادي ده اتحول لرمز. هو ده بقى التعقيد والجمال في الموضوع. الكفتة دي بقت رمز فيه سخرية وفيه جدية في نفس الوقت. المقال بيسميه ترند مقاوم. مقاوم؟ مقاوم لنا مش بس بمعنى إنه انتشر وبقى ترند، لأ، بمعنى إنه بقى بيحمل جواه موقف أو تحدي رمزي، حتى لو كان متغلف بالهزار والأكل. أي حاجة بتتشوى على الفحم فجأة ممكن يبقى ليها معنى سياسي أو وطني. التعليقات دي لخصت التحول ده، إن الهزار ممكن يتفهم أو يستخدم كنوع من المقاومة الرمزية. ليه كل ده حصل أصلاً بسبب فيديو هزار؟ وإيه علاقة السوشيال ميديا بالكباب والكفتة يعني؟ وإزاي ترند بسيط ممكن يقلب حرب تقييمات تهدد شغل بني آدم بالشكل ده؟ هو ده اللي الظاهرة دي بتكشفه. في ديناميكية غريبة جدا في الفضاء الرقمي، خصوصا في مصر والمنطقة العربية. في قدرة عجيبة على إن أي حاجة، أي رمز ثقافي يومي عادي زي الأكل، ممكن بسرعة جدا يتحمل بمعاني سياسية أو وطنية عميقة جدا. يعني دي طريقة تعبير جديدة؟ ممكن نقول كده، طريقة للتعبير الجماعي يمكن بعيدة عن القنوات التقليدية. والهزار نفسه ساعات بيستخدم كقناع أو أداة لتمرير رسائل ممكن تعتبر حساسة لو اتقالت بشكل مباشر وصريح. يعني الموضوع مش مجرد خناقة نت عادية أو خلاص؟ لا، أنا بشوفه أعمق من كده، لأنه بيورينا إزاي الخطوط الفاصلة بين الهزار والجد، بين الشخصي والعام، بين المحلي والدولي، بقت سايحة قوي على الإنترنت. سايحة إزاي؟ زي فيديو ندى، ممكن طرف تاني يشوفه عمل عدائي أو استفزازي فيرد عليه بهجوم، والرد ده بطبيعة الحال بيستدعي رد فعل مضاد من الطرف الأول أو المتعاطفين معاه، وندخل في دايرة ممكن تكبر وتتصاعد بسرعة جدا. وكل ده أساسه إيه؟ سيخ كفتة. فعلاً الموضوع عجيب. إذن الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها إننا قدام ظاهرة بتورينا التداخل المدهش بين الأكل والهزار والسوشيال ميديا والسياسة، يعني كوكتيل غريب كده في مصر. مظبوط. ترند بسيط ممكن يتضخم ويكتسب أبعاد غير متوقعة خالص، لدرجة إن الكفتة بقى ليها دور استراتيجي في صراع رمزي على الإنترنت. طيب ده يخلينا نفكر في سؤال أخير ممكن نسيبه للمستمعين يفكروا فيه. تمام، اتفضلي. لو فيديو بسيط قوي عن أكل، عن شوي كفتة، قادر يولع الدنيا بالشكل ده ويتحول لرمز للمقاومة أو الصراع،
ده بيكشف لنا إيه عن علاقة المنصات الرقمية دي بالمشاعر الوطنية وبالثقافة اليومية بتاعتنا في المنطقة؟ وهنا في حاجات تانية عادية جدا في حياتنا اليومية ممكن فجأة من غير أي مقدمات تتحول هي كمان لساحة معركة رمزية جديدة على الإنترنت في المستقبل.